السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. انا طبعا بقالي فترة ما نزلتش معاكم فيديوهات، فالنهارده بقى ايه، قلت بقى اصور لكم بقى البط بتاعنا ده. ما شاء الله كله حيوية وكله نشاط. ده طبعا بط بيور ما شاء الله، بيستحمل معاك الحر والبرد، عنده مناعة ما شاء الله. بس اهم حاجة لازم تهتم بيه، ولازم في نفس الوقت برضك يعني مش تقولي اللي هو يستحمل البرد او الحر تحطيه في الشمس او تحطيه في البرد، لا، ما هو برضك بيتعب معانا. بس لكن هو بيستحمل حاجات كتيرة، يعني بيستحمل معانا يعني بيستحمل اي امراض او اي ميكروب يجي، فما شاء الله حلو قوي. بس لكن لو انت جيت نصحتيني، البط اللي هو السوداني او البط البيور ده الاحلى، انا اقول لك اللي هو افضل لك الاحسن اللي هو البط السوداني. طبعا عندي ذكر والنتايه همت، بس لكن كانت البطه يعني ايه، كانت نايمه على بيض، والبيض معايا باظ ليه بقى؟ لان كان البط دخل عليه وكانت قامت منها على البيض بقالها يومين وباظ معايا. فزي ما انتم شايفين كده، ده ذكر وانتاي. اهم حاجه تكون السلاله حلوه، واهم حاجه برضو يكون البط البيور تكون جايباه من معمل يكون حلو. هتلاقيه ما شاء الله معاكي بنفس الحجم ده، بيكبر معاكي في ساعتها. يعني هو ما شاء الله هو لسه صغير، ما كملش شهر ونص، فبيكبر معاكي في ساعتها. بس اهم حاجه بقى الاهتمام بالاكل. طبعا انا ببقى احط لهم بقى الخليط، دش على سرس على رده. وطبعا وقت التسمين بقى اما تيجي تدبحيهم بقى، بتجيبي بقى كزب رده، وتحط لهم بقى اي حاجه بقى ايه اللي فيها التسمين، الدش والحاجات دي. يعني وقت التسمين تضيفي الكزب اسبوعين بس مع الدش، بيفرق مع البط، وبيشتل وزن وبيشتل لحمه ما شاء الله. فدلوقتي انا بقى ايه، باكله بقى سيرس على اي اكل بقى كده، بواقي كده من عندنا، اي حاجه بقى خضروات بايظه، ببتدي اللي انا بقى ايه احطها له. فما شاء الله زي ما انا قلت لكم كده، بجد البط او الطيور عندك بتفرق عن ما تيجي تشتريها من بره. يعني لو جيت اشتريتيها من بره هتلاقيها بمبلغ، لكن انت برضو بتيجي تربي اي طيور عندك، او حمام او بط او فراخ، بتكوني دفعت نص المبلغ او ربع المبلغ، وتلاقيكي عندك كمية. فما شاء الله كلتهم حيوية وكلتهم نشاط، وما شاء الله زي ما انت شايفه كده بقى. الحمام كان فطرته، وبيطلع بقى ايه بينقر كده ايه حوالين البط معايا، يعني بيلم بقى الدرايه اللي واقعه كده من الاكل. العيش، والعيش حلو قوي، بيقتل البكتيريا، وحلو جدا جدا العيش، في نسبه خميره، فبتنضف بطنهم، وما شاء الله حلوه جدا جدا. اهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك، فضل وليس امرا. عايزاكم كده دايما تشتركوا لي ودايما تتابعوني كده، وباذن الله هنزل لكم وصفات دايما. وزي ما انت شايفه كده البط حلو جدا جدا. ده بط بيور، وكنت جايبه البطه بسعر 30 جنيه، فكنت جايبه معايا 10، ما شاء الله زي ما انت شايفه كده احجام، وما شاء الله. وطبعا بحط لهم ميه برضو بيشربوا كده. طبعا هتقولي لي بتسيبوهم في الشمس كده، لا، ما بسيبهمش في الشمس على طول، انا بدخلهم الاوضه بس، بطلعهم كده نص ساعه. الشمس حلوه جدا جدا للطيور، بتقوي عظام وبتشيل اي التهابات في المفاصل. فزي ما انت شايفه كده. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده، واهم حاجه تكون استفدت كده من اي معلومه انا قلتها في الفيديو. فطبعا حبيت ان انا اصور لكم كده واوريكم البط البيور بتاعنا كده، زي ما انت شايفه كده. زي ما انا بقول لك كده، لو انت اكلتيه صح هتلاقي معاكي البط زي الفل اهو.
وطبعا الحمام برضو تعالوا ناخد كده فكرة عن الحمام ونشوف بقى اخبار الحمام معانا. وطبعا هم نصهم طالعين بره، بس هنشوف الحمام كده في الاوضه بتاعته. انا من النوعيه اللي بحب اربي الطيور، بتبقى حلوه وموفره في البيت وغير موفره بتبقى صحيه. انا مش ضامنه البطه اللي انا اجي اشتريها واكله ايه، وطبعا احنا بناكلها حلو، بس لكن اكل اللي بيفرق عن اكل. فتعالوا نشوف بقى كده الحمام بتاعنا ده بقى. بعد ما هم اكلوا كده وشبعوا بيحبوا يشربوا كده ميه، ويحبوا ايه، البط ده نوعيته بيحب يعوم نفسه كده في الميه. يعني لو هو لقى بقى ايه كده زي حمام سباحه او حاجه كده بحر كده، ممكن ينزل فيه فبيحب الميه شويه. لكن البط اللي هو السوداني ده هادي وبياكل برضك وما بيطلعش صوت، لكن ده بيطلع صوت عامه يعني. واكله ذات نفسه البط السوداني احلى من البط ده، والبط ده جميل برضك، بس انا بفضل اللي هو البط السوداني احلى منه. فانا بحب يعني ايه كل فتره كده ما بيكونش عندي تربيه من السوداني بجيب من تربيه البط البيور ده. فكده ولو اي حد عايز اي معلومه يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه باذن الله. ويا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. اهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضلا وليس امرا. تعالوا نشوف بقى الحمام بتاعنا ناخد فكره كده عنه. طبعا ده الحمام بتاعي اهوت، وطبعا نص بره ما شاء الله حلو جدا جدا. اهم حاجه برضو في الاهتمام والرعايه للحمام او لاي طيور. فطبعا اللي عايز يربي او يعمل مشروع بجد مشروع ناجح وهايل، بس لكن اهم حاجه تحط له برضك عشان توفري معاكي وتنتجي منه بيض، لازم تعملوا له وصفات ودايما على طول تهتمي بيه وباكله. احيانا انا بجيب عيش وانشفه كده واكسره بيبقى حلو قوي. وطبعا مع الدش مع خلطه الحمام ده بتفرق للحمام بتاعنا وبتخليه ما شاء الله زي الفل معايا. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. زي ما انا قلت لكم كده باذن الله هعمل لكم فيديو كده واقول لكم اي واحده مبتدئه كده لو حابه ليا تربى حمام، وكان هتجيب 3 جواز 4 جواز وتقي منهم هيملوا لها البيت عندها خير، وهتقدر بقى ايه لو حابه اللي هي تاكله او تبيعه بجد هينتج معاها حمام زي الفل. يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم. اهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضلا وليس امرا. مع السلامه.